الحمد لله قمنا للتو بالانتهاء من عملية خاصة نوعية معقدة في مستشفى الكفيل التخصصي. أجريت لشاب في 30 من العمر بعد تعرضه لحادث سير عنيف أدى لكسور غير مستقرة لقرص الحوض الأمامي والخلفي مع فقدان استقرارية الرابط الحرقفي القطني والعجزي، بالإضافة إلى كسر تهشمي في جسم عظم الفخذ للجهة اليمنى. بحمد الله بعد إجراء الفحوصات المختبرية ورقائق الشعاعية للمريض تم وضع خطة عمل لمعالجة جميع الكسور بعد استقرار حالته الصحية واستجابة المريض للصدمة صدمة الحادث. الحمد لله تم إجراء عملية تثبيت القرص الحوض الأمامي وكذلك تثبيت قرص الحوض الخلفي باستخدام الرابط الفقري الحوضي وكذلك المسمار المجوف الحرقفي العجزي بتثبيت ثلاثي الذي يعتبر الأكثر استقرارية لهكذا نوع من الكسور، بالإضافة إلى تثبيت كسر عظم الفخذ وعلى مرحلتين بنفس العملية بالتثبيت بالمسمار النخاعي المقفل. الحمد لله تم إجراء العمليات بسلاسة وبوقت قياسي، وإن شاء الله نتمنى للمريض الشفاء العاجل.